أوروبا عاوزة إيه من النادي الأهلي؟ عروض جديدة لخطف موهبة الأهلي الشابة. تابع معايا وهتتفاجئ. في الأيام القليلة اللي فاتت شفنا عروض كتير أوروبية عشان تضم لاعيبة النادي الأهلي. كان العرض الأول من نصيب اللاعب حمزة عبد الكريم وده لبرشلونة الأسباني، وبعده العرض التاني للاعب محمد هيثم من فريق شتورل البرتغالي، ودلوقتي جه الدور على اللاعب بلال عطية. الأخبار بتأكد إن اللاعب جاله عرضين. العرض الأول كان من فريق راسنج الأسباني بالدرجة التانية، وده هيصعد أول في الموسم اللي جاي، والعرض التاني كان من فريق شتوتجارت الألماني. اللاعب بلال صاحب ال 18 سنة بيتمتع بجودة عالية، وهي اللعب بالطريقة المركبة داخل الملعب. هو بيعرف يلعب بين مركز صناعة اللعب والجناح الهجومي، ودي النقطة اللي بيدور عليها كل أندية أوروبا في الكرة الحديثة. قدر بلال وهو في السن الصغير ده إنه يجيب 8 أهداف وصناعة 4 في 20 مباراة بس في المباريات الرسمية. وحاليا بلال في فترة معايشة مع نادي هانوفر الألماني، وده طبعا لغاية ما يتم حسم موقف العروض الأوروبية اللي جات له الفترة الحالية. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.